لما بتقرري انك تحسني الى شخص ما، انت بتعملي كده وانت مش منتظرة منه حاجة. انت فقط بتعملي كده عشان ربنا. فمهما حصل لك بعد كده من الشخص ده إساءة بعد عطائك وإحسانك له، اوعي تزعلي. بالعكس، افرحي بالحسنات اللي أخدتيها، وتأكدي إنك بتبني العلاقة مع ربنا مش معاه هو. بس بشرط، طالما اتأذيتي منه وهو ما قدرش الحلو اللي عملتيه معاه، خدي بقى حذرك وما ترجعيش تبقي معطاءة تاني مع حد ما قدرش العطاء ده. العطاء بشكل عام بيملى القلب حب وسلام نفسي، ولكن برضو احنا بشر وبنكون منتظرين ناخد زي ما بندي. ولكن خليني اطمنك واقولك انك هتاخدي والله، بس انت استعدي ان انت تستقبلي العطاء ده من مصدر مختلف، مش من نفس المصدر اللي انت احسنتي له او اديتيه من وقتك وجهدك وحبك. اتأكدي ان اي عطاء او احسان بتعمليه ربنا شايفه ومطلع عليه، وعمر العطاء والاحسان ما بيضيع وربنا بيرده ليكي. بس انتي ركزي في عطايا ربنا ليكي وهتلاقيها كتير قوي.